حاجه تفرح. يعني حاجه من الحاجات اللي هي لسه بنقول للبلد ها، يعني هتبتدي حاجه. طبعا انا واحد من الناس بقول نعم للدستور. كويس قوي. طبعا. يعني انت المواد كلها عجباك، موافق عليها؟ طبعا طبعا طبعا، دي حاجه جميله وحاجه تفرح، ولا في استغلال لحد، ولا في حد بيكتب حاجه لحد، ولا في حمايه لحد. لا لا لا، ده دستور محترم مكتوب للشعب المصري، الشعب الغلاب. انا من السيده زينب على فكره. ده دستور، يعني انا عايز اقول لك اهل السيده زينب تما بيأيدوا الدستور دوت. معظم المواد يعني بتحافظ على الهوية الثقافية المصرية، وقدرت توفر ما تأيدش حرية الإبداع زي زمان وفي الدستور اللي قبل كده. زي دستور مثلا 71 كان بيأيد الحتة دي شوية، وقدر هو يلبي رغبات الفنانين والمثقفين، خاصة إن شفنا كتلة كبيرة من الفنانين اللي هم نزلوا يكتبوا دستورهم عشان هم اللي مهتمين بالقطاع ده، فأكتر ناس يقدروا يكتبوا الحاجة اللي بيفهموا فيها. فزي وحيد حامد، زي إلهام شاهين، ليلى علو، أحمد بدير، هاني سلامه. الناس دي هي مختصه بالفن، والمخرج خالد يوسف. فالناس دي هي اللي متعلقه بشغل الفن والممثلين والابداع، فقدروا هم يكتبوا الدستور اكثر من رائع صراحه. بما انك انت بتعمل في مجال الصحافه او لك صله بمجال الصحافه، هل قابلت بعض من رموز الفنانين الكبار في مصر وكانت لهم اراء فيما يتصل بمواد الدستور المتعلقه بالفن والابداع؟ بالفعل قابلت شريحه كبيره جدا من الفنانين وحاورتهم في حاجه زي كده بخصوص الدستور وكده. امثال مثلا نور الشريف الفنان الكبير، سمير صبري، سهير رمزي الفنانه الكبيره سهير رمزي. قابلت بردك تاني. قالوا ايه رايهم ايه؟ رأيهم صراحة ان هم متفقين تماما، يعني حتى ان كان نفسهم يشاركوا في حاجة زي كده، بس لقوا اللي هو زي وحيد حامد، زي المخرج خالد يوسف. الناس ديت قدرت تلبي رغباتهم لانهم اكثر درايه بالمواضيع الفن، ففعلا تعليقاتهم كلهم كانت اكثر ممتازه فيما يخص اللي هم قدر الدستور الجديد فيما يتعلق بالفن اللي هو يلبي بالفعل رغبات الفنانين والمثقفين. هم مش عايزين حاجه اكتر من كده. انت رايك ايه في مواد الدستور التي صيغت وتتصل بالفن والفنانين والابداع في مصر؟ معروف على مستوى العالم ان الدساتير يكتبها المثقفين والفنانين واساتذه الجامعات والقضاه والمعنيين بالقوانين. تعظيم سلام لهذا الدستور المحترم الذي يدفعنا الى عجله الانتاج والى تكمله خريطه الطريق، لان مصر مرت بمراحل يعلم الله سبحانه وتعالى، سواء كان على مستوى فترة مبارك سابقا أو فترة الإخوان اللي اضطرينا للأسف الشديد نتحملها بكل ما فيها، لأن ما حدث في هذه السنة يكاد يكون يفوق ما فعله نظام مبارك في 30 عام. أما إن يعني يصبح الآن هذا الدستور أمل ومسار لكل المصريين بكل فئاتهم، حتى المعاقين. يعني أنا يعني السيد المحترم العضو اللي مثل السادة المعاقين اللي بكى بدموعه في أثناء التصويت، وبعض الأعضاء كتبوا على صدورهم أن هذا الدستور شرف لكل مصري. وعلى فكرة أن ممثل المعاقين ده طبيب أساسا. طبعا ده راجل مثقف ومحترم. ده أنا ببعث له تحية وإجلال وتقدير لكل معاق في هذا البلد، لأن في النهاية كلنا مصريون. طيب نخش بقى على الفن والإبداع، رأيك إيه؟ تصوراتك، هل بيرضي طموحاتكم؟ هل بيرضي أمالكم؟ والله أنا لا أخفيك سرا، هذا الدستور يعني يمكن وجود خالد يوسف ووجود بعض الفنانين والمثقفين فيه، الدكتور محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المتحدث الإعلامي لهذا الكيان الجميل، كل هذا يعني عايز أقول لك فن مصر وفنانينه بجميع قطاعاته. لما يبقى رأس الدولة في الثقافة المصرية الدكتور صابر عرب يناشد هذا الدستور بنعم، ونناشد نحن المثقفين بنعم، وكل فناني مصر يقولون نعم لهذا الدستور، إذن نقف انتباه ونضرب تعظيم سلام ونقول نعم. سيظل الفن والثقافة هما روح مصر الحقيقية. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء ورسالة قادمة من رسائل القناة الأولى.